ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. في مشكلة جت قدامي على الفيسبوك وصاحبها بيطلب حد يلاقي لها حل. انا وصلت الحل كده، بس في الاخر بقى هقوله لكم. يعني اما اقول لكم القصة الاول. القصة ان في واحد بيحب واحدة واتجوزه، هو دكتور. تمام. فجه دلوقتي او من اول يوم، يوم الفرح. آه، طبعا المفروض يعملوا العلاقة الزوجية وكده، فهي طلبت منه فلوس. فهو استغرب من الموضوع، يعني قال ايه ده؟ يعني طب ليه يعني فلوس وكده؟ فقالت له كده وخلاص، ما تسألش وبتاع. فانا بقول لكم القصه حسب ما انا فاكراها، يعني انا مش فاكراها بالظبط بالتفصيل تفصيل يعني، بس انا بحكي لكم ايه الملخص بتاعها. فالمهم تاني يوم جه اهله بقى يزوروهم وكده، واهلها تمام. فهي ما كانتش عايزه، بس اهله جم الاول، فهي ما كانتش عايزه تطلع تقابلهم، ولا عايزه تعمل لهم اكل، ولا عايزه تعمل له هو اكل نفسه. هي مش عايزه يعني، هي اسلوبها كده او تعاملها كده، هي مش مفهومه يعني. فالمهم جه بقى بعديها هما مشوا كده، وعدت الايام وكده، بقت ايه كل ما يجي يطلب منها ان هما يعملوا علاقه وكده، فهي تطلب فلوس. ف فهو يعني استغرب من الموضوع يعني وكده، ما بقاش عارف يعمل ايه. وبعدين هي فلسته، يعني كل ما بتيجي يعملوا العلاقة الزوجية دي تطلب فلوس، بتطلب مبلغ، يعني مش بتطلب 100 ولا 200 ولا 300، بتطلب 1000، 1000 ونص، 2000 كده. تمام. فهو يعني كان مستغرب من الموضوع وكده. جه بعديها هي بقى طبعا فلسته خالص. وبعدين ما بتعملوش اكل، كل شويه تقول له هات ديليفري. اهله يجوا البيت، تقول له هات لهم ديليفري، انا مش هعمل اكل. اهله يجوا وهي نايمه، تفضل تقول له لا انا مش هقوم اقابلهم، يفضل يتحايل عليها عشان تخرج تقابلهم، ما بيترضاش خالص. ف... فاسلوبها وتعاملها كان غريب شويه. فجه بعد كده بقى بيستلف من باباه، بيستلف من صاحبه، وهو مستواه اصلا كويس، يعني هو كان ماديا مستواه كويس جدا. لقى اسلوبها كده، فهو اتضايق طبعا منها واتضايق من اسلوبها. فجه صاحبه يزوره في البيت، فهو كان مخنوق كده، قال له مالك؟ قال له الوضع واحد اتنين تلاتة. فقال له طيب ما تتجوز. هي بقى كانت ساعتها عدى في الجواز شوية، وكانت حامل وكانت هتولد تقريبا. فقال له لا انا بحبها وكده، وقال له بس انت حياتك مش كويسة وكده، شوف حل اللي انت فيه ده. والحل ان انت تتجوز يعني واحدة تانية وجرب، يعني شوف لو الموضوع مشي معاك ماشي، ما مشيش معاك خلاص. دي اديها معاك، وانت مش هتقول لها ولا هتعرف حد، ولا هتعرف حتى اهلك بالموضوع. فالمهم عجبته الفكرة. هما كانوا دكاترة، يعني ده دكتور صيدلي وده دكتور صيدلي. فقال له انا في واحدة يعني اعرفها وكويسة ومحترمة وكل حاجة، وخليها تيجي الصيدلية عندي وتشوفها وتشوفك وكده. فالمهم حصلت المقابلة وكده، وهو اعجب بيها، يعني هو شافها واعجب بيها جدا. كويسة ومحترمة وكده. و يعني اتفقوا كل حاجة واتجوزوا. تمام، من غير ما اهله يعرفوا ولا مراته ولا اي حد خالص. واتجوزوا. لقى معاملتها معاه كويسة جدا، لقاها غير مراته خالص، تماما تماما تماما. معاملتها كويسة جدا، بتحبه جدا. لما بيعيا بتقف جنبه وتديله الدواء وتعمل له شوربة وتعمل له أكل وتهتم بيه جدا. غير بقى كل ما يصحى الصبح يلاقي الأكل عنده، تعمل له الغدا، بتهتم بيه جدا يعني. غير مراته التانية دي خالص، يعني الأولانية دي خالص. فهو يعني بقى مستريح معاها. فلما هو استريح معاها، آه
يعني بقى مع التانية مع الأولانية دي ايه مختلف بقى في المعاملة شوية، يعني ما بقاش يقعد معاها زي الأول، ما بقاش يتكلم معاها زي الأول، وخلاص بقى زهقان منها بقى خلاص يعني، وتعب منها وزهقان منها هو لقى ان التانية دي احسن في كل حاجة يعني. فجي في مرة وهو في بيته مع مراته الأولانية، هو لا في حتة انا نسيتها قبل ما يتجوز مراته التانية دي. كان مرة طلبت منه وهو في الشغل ان هو يجي ويجيب اكل معاه وحاجات معاه وكده، فقال لها ما انا كنت جايب حاجات ومالي التلاجة وكده. ف فقالت له لا ما فيش حاجة في البيت وبتاع. فروح لقى، قالت له عشان ماما وبابا موجودين، فروح لقى مامتها وباباها موجودين وكده، وهم ماشيين بتحط لهم الاكل في اكياس تديها لهم، وهو مستواهم مش وحش يعني، مستواهم كويس. هو استغرب من الموضوع ده، يعني ان هي يعني اللي هي بتعمل حاجات غريبة يعني. فالمهم بقى يعني نرجع للحتة اللي احنا كنا فيها، ان مراته دي يعني التانية دي كويسة وكل حاجة، وجي في يوم كان عند مراته الأولانية دي و... وجي نزل بقى راح لمراته التانية، فهي نزلت وراه، هي حست بحاجة ونزلت وراه كده. فالمهم راح عند مراته التانية دي، فباب بيخبط، ففتح الباب لقاها قدامه. فالمهم طبعا كانت صدمة بقى وكده، وعرفت ان هو اتجوز، فهي كانت تقريبا بقى خلفت، جابت بنت يعني، كانت لسه والدة. فقالت له انا طبعا مش هقعد معاك، انت لازم تطلقها، يا اما انت مش هتشوفني تاني ولا هتشوف بنتك. وهي يعني ايه مسكته من ايده اللي بتوجعه، ان هو آه، يعني خلاص هي تحرمه من انه يشوف بنته خلاص بقى يعني. ف فهو بقى يعني محتار يعني حكى القصة اللي هو قولوا لي اعمل ايه، ارجع لها تاني عشان اشوف بنتي وابقى مع بنتي، واسيب التانية، ولا اخليني مع التانية واسيبها واسيب بنتي وكده. ف انا بقى اقول لكم من وجهة نظري، يعني قلت لكم هقول لكم في اخر القصة وجهة نظري ورأيي ان هو يفضل مع التانية ويسيب الاولانية يعني ببنتها بحياتها، لان هو لو رجع لها تاني هترجع القصة بتاعته تاني، هيرجع يستلف، وهترجع كل ما يجي يعمل معاها علاقة زوجية تاخد فلوس، هترجع القصة تاني من الأول تاني. أنا رأيي إن هو يفضل مع التانية وما يسيبهاش، يعني بدلية مريحاه ومستريحين مع بعض. قولولي رأيكم انتوا كمان يعني في الكومنتات، ويمكن هو برضو يشوف رأيكم و ادينا بناخد رأي بعض وكده. وقولولي رأي يعني حد زي رأيي، حد معايا ولا ليه رأي تاني، قولولي في الكومنتات، وتصبحوا على خير.